السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. رمضان مبارك عليكم، ينعاد عليكم الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات. ربنا يعيننا على الصيام والقيام والأعمال الصالحة ويجعلنا من المحتقين في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. حابيكم، أنا مستر مصطفى. المرة دي حأكون برا الطابع الأكاديمي، حينمشي في طابع ديني روحاني قصصي، نتناول فيه السيرة النبوية ومقتطفات من السيرة النبوية ونتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كده بس، حيناخد حياة النبي صلى الله عليه وسلم والعالم كان قبل ولادته عامل كيف، وما بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل كيف. فخلونا نستمتع. في البداية خلونا نعرف في إنه حوالي 2672 موضع في القرآن الكريم تم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حوالي 1072 موضع أو آية ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم. في حوالي 20 صورة انتهت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كده بس، الله سبحانه وتعالى ما ناداه باسمه فقط كسائر الأنبياء عليهم السلام، ناداه مرة المدثر، المزمل، النبي الأمي، رحمة للعالمين. كمان الله سبحانه وتعالى ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس صفاته، حتى أعضاء من جسمه. الله سبحانه وتعالى قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فذكر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كمان ذكر يد النبي صلى الله عليه وسلم وما تخطه بيمينك. كمان ذكر صدر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق بالشكل ده، فمن باب أولى إحنا نعرف عنه أكثر وعن تفاصيل حياته أكثر عشان نقتدي به في كل مجالات الحياة. كل شخصية عظيمة في كتب التاريخ كانت بتتميز بجانب واحد، اقتصاديا أو سياسيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متميز في عديد من المجالات، اقتصاديا، سياسيا، كقائد، كأخ، كزوج، كجد، كمعلم. عشان كده احنا المفروض نتبع سيرته ونكون على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي احنا ممكن نكون واثقين منها انه العالم كان مختلف قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. فدي حاجة عظيمة جدا جدا انه الدين الاسلامي يبدأ بشخص واحد وننتهي للعدد اللي هو اكثر من 2 مليار مسلم حاليا. نبدأ نعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وحنركز على شخصية كان لها اثر كبير جدا جدا في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبد المطلب جد النبي. بداية هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. طيب خلونا نرجع لجد النبي عبد المطلب. هل كنت تعرف إنه اسم عبد المطلب الحقيقي هو شيبة؟ طيب نجي نعرف كيف اسمه شيبة. ناخد جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم ابن عبد مناف. هاشم ابن عبد مناف اتزوج من سلمى بنت عمرو إحدى بني عدي بن النجار، ونركز على اسم بني عبد النجار اللي هم في المدينة. فلما هاشم يتزوج سلمى جاب منها ولد يدعى شيبة، فجعم الولد اللي هو كان المطلب ياخد الولد عشان يتربى في مكة مع أهله. فأمه رفضت، فقام قال لها إنه الولد قد بلغ وهو بعيد في غير قومه، فهو بعيد جدا جدا من قومه وما بيعرف عنه أي حاجة، فطالب إنه يسوقوا معاه لمكة. فالولد مشى معاه لمكة، فأثناء ما عمه سايقوا معاه لما قريش شافته جاي داخل بالولد فقاموا قالوا هذا عبد المطلب، فهو يعني جايب معاه ولد، فاسمه الحقيقي كان شيبة ولقبه وكنيته عبد المطلب. ده بداية عشان نعرف إنه من هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. كمان حنجي نعرف دور مهم جدا جدا في حياة عبد المطلب، دوره مع أبرهة الشخصية اللي أرادت هدم الكعبة. فنجي نبدأ نعرف كيف كان عنده أثر عظيم جدا جدا لما أبرهة قرر يهدم الكعبة. بس بداية نعرف ليه أبرهة قرر يهدم الكعبة.
أبرهة الحبشي أراد يصرف نظر العرب عن حجهم للكعبة، فبنى كنيسة من الأحجار الكريمة من الذهب ومن الفضة سماها القليس بصنعاء عشان يصرف نظر العرب. يشاء القدر إنه يجي أعرابي ويسمع بالكنيسة بتاعت أبرهة، فيدخل الأعرابي داخل الكنيسة ويقضي حاجته في الكنيسة. يثير الموضوع ده غضب أبرهة فيزعل شديد جدا جدا ويقرر إنه يهدم الكعبة، فيبني جيش كبير جدا جدا ويتحرك ناحية مكة. في طريقه لمكة بيلاقي كمية من القبائل بتقف ضده، لكن طبعا الجيش الحبشي كان قوي جدا جدا، فقدر يصل وقدر يفوز في كمية من المعارك لحد ما وصل مكة. يصل أبرهة مكة، وفي وصوله لمكة يلقى كمية من الإبل، ياخذ الإبل دي يستولى عليها. نجي نعرف إنه الإبل دي كانت الإبل التابعة لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد المطلب يعرف فيقرر يلاقي أبرهة، وفعلا يقدر يلاقي أبرهة. دخل لأبرهة، فأبرهة عرف إنه ده سيد من سادات قريش وكبير قريش، فلقى عنده مكانة وعنده هيبة، بس ما حيقدر يقعدوا معاه في الكرسي عشان الحبش ما يقولوا طلعوا على كرسي العرش. في نفس الوقت ما حيقدر يتكلم معاه بتعالي، لأنه هيبة عبد المطلب فرض على أبرهة إنه يتعامل معه بكمية من الاحترام. فينزل أبرهة ويقعد مع عبد المطلب، فبيبدأ بيسأل إنه أنت حاجتك شنو؟ فعبد المطلب يقول له إنه أنا عندي 200 بعير وأنت أخذتهم. ففي اللحظة دي أبرهة يحس إنه أنا اديتك مكانة كبيرة جدا جدا، افتكرتك حتتكلم معاي عن الكعبة وانت بتقول لي 200 بعير. وعلى فكرة 200 بعير دي كانت حاجة رقم بسيط جدا جدا بالنسبة للبعير اللي بيمتلكه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف انت بتسألني في رقم بسيط زي ده؟ فيرد عبد المطلب رده الشهير وجملته الشهيرة جدا جدا: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وعلى فكرة ده ما كان خوف من عبد المطلب، لكن عبد المطلب عارف إنه الله سبحانه وتعالى ما حيخلي بيته، فهو مسؤول من الحاجة دي. فيرجع عبد المطلب ويتكلم مع أهالي مكة ويقول لهم: نطلع في شعاب مكة الجبال، لا طاقة لنا بجيش الحبش. ففعلا إجا أبرهة ومعاه الفيل، وعلى فكرة الفيل اللي يستخدم في هدم الكعبة كان يسمى محمود. فيجي الفيل ويوجه ناحية الكعبة عشان يهدم الكعبة. في كل مرة الفيل بيوجه ناحية الكعبة بيبرك، يتوجه أي اتجاه عكس الكعبة، يمين شمال العكس الاتجاه الكعبة، بيقف عادي. وقت ما يقبلوه اتجاه الكعبة بيبرك الفيل. فهنا بنعرف القصة الشهيرة جدا جدا، الصورة اللي احنا بنقراها، إنه الله سبحانه وتعالى يرسل طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فرمت جيش الحبشة بحجارة من سجيل من جهنم. وعلى فكرة كيف الطيور دي كانت شايلة الحجارة؟ كل طائر شايل حجرين برجلينه وحجر بمنقاره. وسؤال مهم جدا جدا: كيف الحجارة دي من جهنم والطيور دي كانت مسيطرة عليها وقادرة تمسكها بكل سهولة؟ الله سبحانه وتعالى قادر يغير خواص الأشياء. في حادثة إبراهيم عليه السلام لما قومه شالوه ورموه في النار، مش الله سبحانه وتعالى قال لها كوني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فغير خواص النار. وبرضه في نفس القصة إبراهيم عليه السلام لما الله سبحانه وتعالى أمره إنه يذبح ابنه إسماعيل، فرقد ابنه على الأرض وأراد إنه يذبحه. وعلى فكرة بدأ يعني حتى السكينة هبشت رقبة سيدنا إسماعيل، لكن السكينة تقطع، فالله سبحانه وتعالى غير خواص السكينة إنها هي تقطع، نفس ما هو غير خواص الحجارة وإنه الطيور تقدر تشيلها. فدي حكمة كبيرة جدا جدا من الله سبحانه وتعالى في إنه يغير خواص الأشياء. فيموت الجيش وربنا ينقذ البيت ويظل البيت الكعبة كما هي ليومنا الليلة. ونشوف بعد ده دور عبد المطلب في حاجات تانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كده بس، حنيجي نشوف واحد من أولاد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جعفر ابن عبد المطلب. لما بعدين في السيرة نجي نشوف إنه جعفر ابن عبد المطلب حيكون المتحدث مع منه مع النجاشي ملك الحبشة. شوف سبحان الله، حنربط إن عبد المطلب كبير من كبراء قريش يتكلم مع أبرهة، وجعفر ابن عبد المطلب يتكلم مع النجاشي. فدي كلها حاجات ما جات عبث وما جات
بشكل عشوائي. الدين الإسلامي كان عبارة عن تخطيط من الله سبحانه وتعالى في كل تفاصيله وفي كل حاجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده احنا حنحاول نخش في التفاصيل اللي احنا حنستمتع بجد بمعرفتها. واحدة من الحاجات اللي بتثير تساؤلاتنا بئر زمزم من زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر لما وضعت سيدنا إسماعيل عليه السلام، عندما أتى جبريل عليه السلام وضرب بجناحه الأرض فانفجرت منه البئر. البئر دي لحد الآن لم تنضب. أنا بالنسبة لي أعجوبة، حاجة عجيبة جدا جدا، حاجة من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى على الأرض. الآلاف والملايين اللي بتشرب في المويه لحد الآن حاجة عجيبة جدا جدا. نجي نشوف قصة إنه زمزم دي في وقت من الأوقات اتدفنت، وجا واحد أعاد حفر بئر زمزم. منه؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. نجي نسمع كلام عبد المطلب. قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة. فقال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة. فقلت: وما برة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. فقلت: وما المضنونة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأحصم، عند قرية النمل. وصفوا له الموضع اللي هو هيحفر فيه بالضبط بكل تفاصيله. فعبد المطلب يشيل المعول ويتجه عشان يحفر زمزم. في الوقت ده عبد المطلب كان عنده ابن واحد وهو الحارث ابن عبد المطلب، ففعلا يبدو يحفروا وتطلع مويه زمزم. لما قريش عرفت انه هم لقوا البئر اللي هي بئر ابيهم ابراهيم، فحبوا ينازعوا عبد المطلب انه دي حقتنا كلنا. فقام قال لهم: لا، ده امر خصصت به انا من دونكم. فقام قال: احنا نتحاكم، فما عندنا حل غير نتحاكم لكاهنة بني سعد بن هذيم. وين؟ في الشام. فيركب عبد المطلب ويسوق معه جزء من أهله، وكمان كل قبيلة في مكة تطلع معها جزء، فيطلع من كل قبيلة ممثل ويتجهوا للشام عشان يلاقوا منه كاهنة بني سعد بن هذيم. ففي الطريق وهم ماشيين تخلص مياه عبد المطلب والمعاو، وعرفوا انه الباقين حتى المويه ما حيتكفون والطريق ما حيقدر يوصل، فمعناها هم هالكين حيموتوا. فيقترح عبد المطلب انه نحفر قبورنا، لانه ما حيكون عندنا طاقه او حيل عشان ندفن بعض بعدين، فنحفرها ونجهزها لما نموت واحد ندفنه مباشره. ففعلا بدوا يحفروا في قبورهم. ففجأة عبد المطلب يقرر: لا نحن نواصل ونكمل المسير. الوقت اللي بيركب فيه على حصانه عشان يبدوا يتحركوا تطلع مويه من تحت حصان عبد المطلب. فلما باقي قبائل قريش تعرف انه المويه طلعت من تحت حصان عبد المطلب، فيقول له: خلاص نحن ما في داعي نصل للكاهنه، معناها فعلا ده امر ربنا حكم لك به، فما في داعي تصل، فالبئر حقتك انت. فيرجع عبد المطلب ويرجعوا باقي القبائل او بطون قريش يرجعوا لمكه. فلما يصل يعرف عبد المطلب انه هو عنده ابن واحد وهو داير عزوه عشان يقدر يحافظ على الارث بئر زمزم، فينذر ويقول: لو انا جوني 10 اولاد وربنا رزقني ب10 اولاد فانا حاذبح واحد فيهم تقربا لله سبحانه وتعالى. ففعلا يرزق عبد المطلب ب10 من الريال. ففي الوقت اللي هو رزق ب10 يجي بعد دور انه يوفي بنذره، ففعلا جاب ابنائه كلهم وعمل القرعه. فالقرعه تقع على منه؟ عبد الله اللي هو ابو محمد صلى الله عليه وسلم. فتقع القرعه على عبد الله اللي هو احب الابناء لعبد المطلب. فالقرعه وقعت عليه، لكن قريش ما حتخليه لانه عارفاه بيحب عبد الله قدر شنو.
كمان اخوانه عارفين انه هو بيحب عبد الله قدر شنو، فبيقولوا لا حتى انت ممكن تاخذ واحد مننا مكانه. فيقول لا انا نذرت ولازم اوفي بالنذر. فتقنع قريش انه يمشي لكاهنه عشان تفتي في الامر. ففعلا يمشي، والكاهنه تقول لهم بكم تفدون الرجل، فيقولوا لها انه ب10 من الابل. فبتخذ 10 من الابل قصاد عبد الله وتعمل القرعه. على حسب كلامها انه في كل مره تقع القرعه على عبد الله فهي حتخذ زياده 10 من الابل. فاتعملت القرعه وقعد على عبد الله زادت 10 من الابل. اتعملت القرعه مره ثالثه وقعد على عبد الله زادت 10 من الابل. فضلت تزيد لحد ما وصلنا 100 من الابل. لما عملت القرعه يشاء الله سبحانه وتعالى انه القرعه تقع على الابل المره دي عشان يفدى عبد الله. فعبد المطلب يقول هل كده مقنع؟ لا، يطلب بمره ثانيه. ففعلا تنعمل القرعه مره ثانيه وتقع القرعه مره ثانيه على الابل عشان تفدي عبد الله، ويطلب مره ثالثه عشان يتاكد وتقع القرعه برضه على الابل عشان تفدي عبد الله. فنشوف حمايه الله سبحانه وتعالى عبد الله أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ده اللي حيجي منه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق والمرسلين. في يوم من الأيام يطلع عبد الله مع أبيه عبد المطلب بغرض التجارة، وفي الطريق تلاقيه امرأة وتعرض عليه نفس عدد الإبل اللي هو افتدى بيها عشان يتزوجها، ويرفض طلبها ويمشي يواصل. وسبحان الله يتزوج عبد الله من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعد معاه فترة ويرجع تاني يكمل حياته عادي. ففي الطريق تاني يلاقي الامرأة اللي لاقته في البداية. ففي اللحظة دي بيقوم بيسألها سؤال ويقول لها ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ فقالت له فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. النور اللي كان فيك طلع، فأنا تاني ما داير حاجة. فسبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى إنه النور ده يكون النبي صلى الله عليه وسلم طلع من صلب عبد الله وحاليا عند آمنة بنت وهب. فسبحان الله باللحظة دي يموت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنة بنت وهب حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. فيموت أبوه وهو لسه في بطن أمه. فإحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم زي ما ذكر في القرآن ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم. كده عرفنا موت أبوه عبد الله. ننتظر الحلقة الجاية عشان نعرف تفاصيل أكثر عن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل حملها، طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وموت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. أشوفكم على خير، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.